بتعب يعني. لا طب انت بتتسحر الاثنين دول لا مين قال؟ بتعمل ايه؟ I بس think هتشرب بقى it's a بتدخل men- الحمام على طول بالظبط، اللي هو- ما انا هفضيها كده بس I think it's a mental thing ان انا محتاج اعوض جسمي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بالصدفة رمضان اديشن. طبعا احنا كل سنة بنقول ان احنا هنحافظ على وزننا وكل سنة الخطة بتفشل. الرشاقة عنواني. طب قول لي بقى انت ايه، يعني بتعرف تعمل دايت في رمضان ولا الموضوع بالنسبة لك احيانا مستحيل؟ يعني زمان مم. عرفت اعمل دايت في رمضان بس كنت باخد دواء، فكنت بتغدى ربع فرخة وسلطة، بفطر فرخة وسلطة. كنت بتاخد الدواء ازاي؟ دواء كده مش فاكر الدكتور كان قال لي عليه. ايوه بس كنت بتاخده وما تاكلش، ما انت صايم. اه ما باكلش يعني حتى لما باجي افطر مش عايز اكل. ايوه بتاخده امتى؟ بالليل قبل السحور. اوكي. لك هلو. لا بفهم بس. ايوه اوكي. بس ناس كتير بتعمل كده وبتظبط اكل، خلي بالك، ناس ما بتسحرش، تسحر زبادي تعمل مش عارف ما, ايه. ما مش عارف، ما اعرفش ليه مم. رمضان السنه دي ضارب معايا. لا ما انا كمان ضارب بصراحه معايا اللي هو بجد، بايظه اكل. خالص بايظه خالص، بس احنا لا من هنظبط، عيب عليك لسه في الاول. مش عارف هنظبط، سيبك من الدايت. انت لو عندك اوبشن تمام واحد مم. اوكي، تاكل قطايف بالنوتيلا تمام، ولا تاكل كنافه بالمكسرات بقى والحاجات دي؟ واضح ان انت ما تعرفنيش عشان انا ما باكلش نوتيلا. ليه؟ عشان I'm انت allergic to عندك الرجيك hazelnut يا الرجيك. بيحصل لك ايه بقى من الالرجيك؟ بتنفخ وبحمر طب لو وما بعرفش حصلت اتنفس. بالغلط لا ما هو حسب الجرعه يعني في لو دواء؟ عادي باخد دواء حساسيه حسب الجرعه يعني، بس زمان كان الموضوع اصعب بكتير. طب عشان السؤال ده انت بس ازاي تعرف ان انت الرجيك لحاجه؟ لا بتحصل لك allergic reaction. هو دلوقتي اللي لي فيه تيست تتعمل بز... تعرف انت الرجيك ليه كلها وكده. ما هو انا عملت التست ده يعني لما لقيت ان انا هقول لك انا زمان وانا طفل قبل سن البلوغ وكده كان عندي حساسيه من حاجات كتير، امم يعني كل المأكولات البحريه، اوف. كل المكسرات، السمسم، الحاجات دي كلها. فما كنتش باكل طحينه، ما كنتش باكل نوتيلا، ما كنتش لغايه دلوقتي ما باكلش نوتيلا. أم، فكنت لما يعني باكل مثلا سمك او ابقى حوالين حد بياكل سمك اتعب، اجي اكل مكسرات اتعب، شوكولاتات معينه اتعب. فبيست اون ذس رحت حللت. بعد ما حللت ادوني بقى كتاب كده رهيب، فبس الكتاب ده كان اكتئاب بالنسبه لي يعني. ليه؟ because it was too much too many things. عندك حاجات اصلا انا ما اعرفهاش بتحسس منها، فاهم؟ it's so detailed. فما رشحش يعني البتاع ده. بس anyways راحت بعد سن البلوغ، كله راح، ما فضلش غير البندق. فما باكلش حسام، ما باكلش قصدي نوتيلا. لا فايتك كتير. سو كان ايه سؤالك؟ نوتيلا او كنافه خلاص بالمكسرات؟ كنافه خلاص كده. كنافه بصراحه. طيب وانت صايم ايه اكتر حاجه بتفكر فيها او اكتر حاجه بتبقى مستني ان انت تاكلها؟ يعني انا وانا صايم ما بيهمنيش قوي الاكل على قد ما انا ببقى عايز قهوه وميه. لا هو السجاير الفيب. الفيب والله. مازن بيهرش. ايوه اللي هو عايز فيب وعايز قهوه، مم. ما كده الاكل هيتاكل كده كده، فاهم ازاي؟ اه بس اهم حاجه الفيب والقهوه. طب يعني بعد كده في الاكل ايه اكتر حاجه بتبقى متشوق ليها؟ يعني انا مش ببقى متشوق انا هو. الشوربه اه والسلطه. بالظبط، هو مش متشوق اللي هو، بس هو تاكلها، فاهم؟ شوربه وسلطه. انا ببقى I'm excited about فطار لا رمضان. I'm عادي. excited about the menu، ايه اللي هيبقى موجود على السفره. لو معزوم مش عارف ليه، لو معزوم بحب افكر اكل ايه بره عند حد، ايوه فاهم ازاي؟ بس في البيت عادي مبقاش اكسايتد قوي، اللي هو عادي يعني، فاهم؟ هنفطر اي حاجه، ماما تسالني هتفطر ايه بكره مش عارف ايه. دلوقتي ماما هي كلمتني من شويه، بكره عايز نعمل ايه على الفطار، تفطر معانا ولا بره؟ قلت لها مش عارف اي حاجه، اللي هو مش فارقه، فاهم؟ لا انا بس لو بحب معزوم بره بقى احب اعرف ايه اللي يتعمل، فاهم؟ اللي هو جرب بقى طبخ مختلف غير اللي ايوه بتاكله كل يوم، فايتس ديفرنت، فاهم؟ ميك سنس. بس لا انا ايوه. بحب كل يوم يعني اشرك ارائي في الفطار. طب انت بقى بعد الفطار بتقعد تعمل ايه؟ بتنزل بقى وتخرج وكده وبهجة وشغف؟ لا هو انا بعد الفطار بتقريبا يعني في مرحله كده ساعتين ثلاثه بتبقى فود كوما. لا بتبقى يعني حتى لو انت ما اكلتش كتير او حتى لو ما اكلتش اكل دسم، بس عشان انت صايم طول اليوم ولسه واكل فبحس بتقل كده وببقى عايز انام، ببقى عايز انتخ لا انا يعني. ممكن اخطف لي ساعة كده على الكنبة. لا انا بحاول ما انامش عشان انا لو كلت ونمت بصحى ازبل من قبل طب ما انام. بصراحة انت لا بتعب، لا ومعدتي بتوجعني كده I can't eat اوكي. and sleep
بتعب يعني. لا طب انت بتتسحر وتنام دلوقتي؟ لا مين قال؟ بتعمل ايه؟ النوم بفضل، انت اللي بتكون نمت، انا بفضل انا بفضل سهران لغايه انا الساعه. عندي انام قبل الاذان ما يدن بربع ساعه. اه عشان ايه؟ اللي هو بدات يوم جديد، ما بقاش لسه قاعد في النص اللي هو انا اللي هو اكون باكل ومبسوط وكده ومره واحده هوب ستوب. ايوه، لا ما فانا انام. انا ببقى عايز لاخر لحظه بفضل اشرب ميه لا لا وكده. لا لا انا انام واصحى بقى زي ما خلاص ايوه يوم جديد، بس قبل فاهم. الاذان ما يدن. ما تقوليش مش ستوب انا مره واحده كده، فاهم؟ وقفني كده الحياه وقفت. ايوه، لا اللي هو الموضوع بيبقى فصيل شويه، بس it is what it is يعني. يا انا لا بفضل ان انا استفاد لاخر لحظه، افضل اخزن ميه زي الجمل كده، عارف؟ أقعد اشرب اصلا ميه ما ميه. بتفرقش صح؟ بص هي اصل I think هتشربها it's a بتدخل الحمام على طول اللي بالظبط، ما هو. انا هفضيها كده كده، بس I think it's a mental thing ان انا محتاج اعوض جسمي، لان انا هقعد طول اليوم ما بشربش ما اعرفش، بس that's what I do مم. بصراحه. كلنا بنقول ان رمضان فرصه نخس، لكن في الحقيقه ان اصلا معظمنا بيطلع فيها بايظ خالص، تمام، من نوع ما انا يعني. انا كمان انا بجد. كمان. بس بس والله في حاجه ان هي بتقنعك ان في رمضان بقى الناس تورك اوت وتخس وتعمل، بس برافو يعني good for يعني them بس not for بص على me. فكرة، هو علميا في الانترميتنت فاستنج امم حرفوا موضوع الصيام ده وعملوا الانترميتنت فاستنج، وفي ناس بتعمله عشان تخس و it works، بس هي محتاجة بس رمضان ديسيبلين في حاجات رهيب. كتيره برضو، هتفطر بالظبط، لا وبعدين انت صايم واللي هو، فانت بتعك بقى في وقت لما امم الاذان بيدن لغاية السحور، انت بتاكل كل اللي نفسك بالظبط. فيه، واللي هو فعلا كأننا بنحوش. مم. بس لا في ناس بتكسر صيامها وما بتاكلش وبتنزل الجيم وتورك اوت وبعدين برافو ترجع يعني. تاكل. في ناس بتروح قبل الفطار، انا كنت من الناس دي اللي هي كانت بتروح الجيم قبل الفطار، امم بس مش قادر يعني. كل يوم بكلم الترينر بتاعي، انا اسف يا بروزي بجد، هو ممكن يكون شايفني، بس لو بقول له انا بكره جاي الساعه 3 قبل انت الفطار ما رحتش غير يوم وهتمرن. باين ما روحتش اصلا. اصلا. ما روحتش اصلا، مش قادر، ما ببقاش قادر. وبتسحل قبل الفطار زي ما احنا قلنا، قبل الفطار الناس كلها امم بتتسحل والاكل ومش عارف ومشاوير، فما بروحش. good luck in losing weight and being fit. Until next time, stay tuned and keep smiling. Thank you guys, subscribe.